ايه اللي يخلي فيراري يعملوا عربيه اس يو في بعد ما قالوا ان هم عمرهم وحلفوا على المصحف كده ان هم مش هيعملوا عربيه اس يو في؟ لان باختصار يا شباب مش كل الاغنياء بيحبوا العربيات زي حالاتنا يعني، فهو عمره مثلا ما هيصبر على عربيه زي لامبورجيني افنتادور فيها فتيس سنجل كلاتش بيدب في ظهره مع كل نقله غيار زي الشاكوش، عربيه ضيقه واطيه على الارض، الدخول ليها صعب والخروج منها اصعب، ما فيهاش كاب هولدرز. طب عليا بايه يا عم من ده كله؟ طب اروح اجيب لامبورجيني اوروس مثلا، عربيه واسعه وعاليه عن الارض، الدخول ليها سهل والخروج منها سهل، بتجري وكل حاجه، بس مريحاني في نفس الوقت. هي مش صاروخ زي الافنتادور بس يعني ما. واكبر دليل على كده هو المبيعات الخارقه اللي حققتها عربيه زي اللامبورجيني اوروس، ونقلت الشركه ومبيعاتها نقله تانية تماما، نقله ما كانتش تخطر على بال الشركه اصلا. هي بجد ما جاتش في دماغها ان هي ممكن تعمل الرقم ده، سواء كانتاج اصلا العربيات او بيع العربيات. ومش لامبورجيني لوحدهم على فكره اللي عملوا كده، عندك عربيه زي استون مارتن عملت كده بالظبط مع العربيه الدي بي اكس، وعندك اكتر شركه عربيات تنكا في الدنيا كلها فيراري يا جماعه بجلاله قدرها عملوا البيورو سانجواي بعد ما قالوا ان هم عمرهم ما يعملوا عربيه اس يو في ابدا. لا 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 احنا مش بتوع الكلام ده، مبيعات ايه يا عم احنا فيراري وعادي عملوها يعني. فهل فعلا بقى من غير عربيه زي لامبورجيني اوروس ما كناش هنشوف عربيه زي ريفولتو؟ ولو عاوز تعرف اكتر عن العربيات فجرني يا اخوي.